تصوروا معايا واحد الحاج ماتو خلى ولادو دار قديمه، وقبل ما يموت كان ديما كيقول لهم نهار نموت ما تبيعوش هاد الدار حتى تلقاو الامانه. الولاد كانوا عارفين باللي باهم جمع فلوس كثيره في حياته، ولكن الغريب انه ما كانش عنده تقريبا والو في البنكه. من بعد الجنازه ديالو بداو كيقلبوا في الدار، قلبوا في الخزانات، تحت الفراش، في السطح، حتى حيدوا بعض الزليج من الدار، والو. حتى جا الليل وولد الكبير كان غادي يسد واحد الخزانه قديمه، ولاحظ واحد الورقه صغيره طايحه من وراها. خرجها من وراها ما كان مكتوب فيها المبلغ لا بلاصه ديال الفلوس، غير الفلوس ماشي ديالكم كاملين، وردوا البال من اللي غادي يقلب معكم عليها. الاخوه شافوا بعضياتهم، حيت في ديك اللحظه بالضبط تسمع صوت الباب ديال الدار كيتحل من التحت، مع ان العائله كامله كانت مجمعه الفوق. ومن هنا بدات الحكايه. الصوت ديال الباب تسمع واضح من التحت. الولد الكبير مصطفى دار الاخوه ديالو قال بصوت منخفض: شكون خلى الباب محلول؟ كلشي سكت. كانوا 4 ديال الاخوه: مصطفى، رشيد، حمزه، اختهم مريم، وكلهم كانوا مجموعين الفوق. مصطفى هبط بشويه ورشيد مشى وراه. وصلوا للصالون، الباب كان محلول شويه ولكن ما كان حتى شي واحد. خرجوا للزنقه، قلبوا اليمين واليسار، والو. ورشيد قال يمكن غير الريحه هذيك، ولكن مصطفى كان عارف بلي الباب ما يمكنش يتحل بوحدو حيت هو براسو اللي سدو بالساروت. رجعوا للداخل، وقبل ما يطلعوا مصطفى لاحظ واحد الحاجه. طراب اللي كان حدا الباب فيه اثار ديال الصباط، شي واحد دخل للدار فعلا. والاغرب ان الاثار كانت داخله ولكن ما كانوش باينين اثار ديال الاقدام وهم خارجين، يعني الا كان شي واحد دخل ممكن يكون مازال في الدار. الاخوه بداو كيقلبوا غرفه بغرفه، تحت الدروج، في الكوزينه، في السطح، ما لقاو والو حتى وصلوا للغرفه ديال باهم. كانت غرفه بسيطه والحاج ما كان كيخلي تقريبا حتى واحد يدخل ليها. مريم قالت قبل ما يموت بايام بابا كان كيدخل هنا بالساعات وكيبقى مسد عليه الباب. مصطفى بدا قلب في الكتوبه وقلب تحت الفراش، والو. ولكن حمزه لاحظ واحد الجزء من الحيط كان اللون ديالو مختلف شويه. ضرب عليه بيدو، الصوت كان خاوي. جاب واحد المطرقه صغيره وبداو كيحيدوا القبص بشويه بشويه، ومن وراه بان واحد الصندوق حديدي صغير مخبي في الداخل ديال واحد الحيط. الاخوه شافوا بعضياتهم. رشيد قال هذه هي الامانه. خرجوا الصندوق ولكن كان مسدود وقفل وما عندهمش الساروت، وفوق داك الغطاء كان محفوره 3 ديال الارقام: 2، 11، 7، 11، 4. حمزه قال يمكن هذا هو الكود، ولكن مصطفى لاحظ واحد الحاجه اخرى تحت الصندوق. كانت صوره قديمه ديال باهم وهو شاب واقف مع واحد الراجل ما كيعرفوش، ومن اللور مكتوب نص ليك ونص ليا. وهنا فهموا ان الفلوس اللي كان الحاج مخبي يمكن ما كانش ديالو بوحدو من الاصل. وفي نفس اللحظه تسمع دقان ديال الباب عاوتاني. مصطفى مشى وفتح الباب، لقى قدامه واحد الراجل كبير في العمر ما عمرهم شافوه. الراجل شاف داك الصندوق اللي داخل ديال ديك الغرفه وتبدل وجهه، ومن بعد قال باكم مات قبل ما يقول لكم شكون انا ولا لا. مصطفى بقى واقف في الباب وكيشوف في داك الراجل. سولو شكون انت وشنو العلاقه ديالك بالوالد ديالنا؟ الراجل ما جاوبش بالزربه، غير قال سميتي العربي وانا عارف باكم من قبل ما تزادوا. مصطفى ما ارتاحش للهضره ديالو وقال ليه وعلاش جيتي بالضبط اليوم؟ العربي شاف فيه وقال حيت وصلني الخبر باللي مات. رشيد تدخل وشنو بغيتي من عندنا؟ الراجل بقى ساكت لحظه ومن بعد قال بغيت غير الحاجه اللي خليتها عنده. الاخوه شافوا في بعضياتهم. مصطفى رجع للصوره القديمه اللي لقاو تحت الصندوق، وراه العربي وقال واش هذا انت؟ العربي شد الصوره بيديه وبقى كيشوف فيها مده. هذه تصورت قبل اكثر من 30 عام. مصطفى قلب الصوره وقرا قدامه النص ليك والنص ليا، ومن بعد سولو النص ديال شنو؟ العربي رفع عينيه وقال ديال الفلوس. سكتت الدار كامله. حمزه سول شنو فلوس؟ العربي دخل وجلس بدا كيحكي، قال بلي قبل اكثر من 30 عام هو والحاج كانوا خدامين بجوج في التجاره. مع السنوات جمعوا مبلغ كبير ولكن ما كانوش كيتيقوا في البنوك في ذاك الوقت، لهذا قرروا يخبوا الفلوس النص عند العربي والنص عند الحاج. ولكن من بعد وقع واحد الخلاف كبير بيناتهم. العربي سافر والحاج بقى في المدينه، ومن بعد ذاك النهار تقطعت العلاقه بينهم. مصطفى سولو ايوا علاش خليتي فلوس كامل عنده 30 عام هادي؟ العربي سكت. هذا السؤال بالضبط ما عجبوش ومن بعد جاوب امور ماشي بسيطه بحال كيما كتظنوا.
مريم كانت كتشوف فيه من بعيد. لاحظت واحد الحاجه، العربي من نهار دخل الدار ما سولش فين لقاو الصندوق، ومع ذلك يعني كانوا ديما كيمشيو مباشره للغرفه اللي كان مخبي فيها. مريم قالت عمي العربي وسبق لك دخلتي لهاد الدار؟ الراجل جاوب بسرعه لا. متاكد؟ هنا مريم مشات للباب الرئيسي، شافت اثار ديال الصباط اللي لقاو قبل، ومن بعد شافت صباط العربي نفس الشكل تقريبا ونفس الحجم. عيطت لمصطفى بشويه. مصطفى جا شاف الاثار ومن بعد رجع عند العربي قال ليه انت قلتي جيتي دابا اول مره ولا لا؟ مصطفى قرب ليه الصوره وقال ايوا شكون دخل دارنا قبل شويه؟ وجه العربي تبدل. فين؟ بقى ساكت ومن بعد وقف وقال اسمعوا لي مزيان، حلوا داك الصندوق خذوا ديالكم وناخذها ديالي ونمشي في حالي. مصطفى جاوب حنا نعرفوا الحقيقه كامله ما غادي يتحل والو. العربي ابتسم ابتسامه خفيفه وقال المشكل ماشي واش غادي تحلوه. وسكت واحد اللحظه. المشكل هو ان الصندوق اللي عندكم ما فيش فلوس. يا اخوة تجمدوا. رشيد قال كيفاش عرفتي؟ العربي شاف ليهم وقال حيت الفلوس الحقيقيه مدفونه تحت هذا الدار. مصطفى بقى كيشوف في العربي وما عارفش واش يضيق ولا لا. قال ليه الا كانت الفلوس مدفونه تحت الدار شنو كاين في الصندوق؟ العربي جاوب هادشي اللي حتى انا باغي نعرف. رشيد ضحك بسخريه، يعني عارف فين الفلوس وما عارفش شنو كاين في الصندوق. العربي قرب للصندوق وقال باكم كيبدل البلايص اللي مخبي فيها ديما، ولكن واحد الحاجه متاكد منها، الرقم 274 راه ماشي كود. مصطفى سول ايوا شنو هو؟ العربي سكت لحظه وقال ما عرفتش. هنا حمزه قلب الصندوق وبدا كيدق فيه. لاحظ ان الارقام ما كانوش مكتوبين بنفس الطريقه. الرقم 2 كان محفور من زمان، اما 7 و4 باين تسادوا من بعد. مريم قالت يمكن بابا كان باغي نفهموا شي حاجه ماشي غير نحلوا داك الصندوق. مصطفى تذكر الورقه الاولى ان الفلوس ماشي ديالكم كاملين وردوا الباه من اللي غادي يقلب معاكم عليها. وشاف في العربي دابا التحضير بدا كيبان عنده معنى. قرر مصطفى ما يفتحش الصندوق قدام العربي. قال ليه اليوم سالينا سير وغدا نعيطوا لك. العربي ما عجبوش الحال، ولكن قبل ما يخرج قال الا بديتو كتحفروا بلا ما تعرفوا فين غادي تندموا. وسد الباب وراه. دازت ساعه تقريبا. اخوه بداو كيقلبوا في حوايج ديال باهم القديمه حتى لقات مريم واحد الدفتر صغير مخبي وسط الكتاب. معظم الصفحات كانوا خاويين، ولكن في الصفحه الاخيره كان مرسوم مخطط بسيط للدار، كوزينه، الصالون والبيوتة والفناء الصغير اللي في الوسط. وسط الفناء كانت واحد الدائره مرسومه بالقلم، حنا مكتوب خطوات 7 لليمين 4 لتحت و2 الفوق. مصطفى شاف الاخوه وقال فهمتوا اخيرا دابا شنو كاين، شنو المعنى ديال دوك الارقام؟ الارقام اللي فوق الصندوق ما كانوش كود، كانوا تعليمات. خرجوا للفناء. وقف مصطفى في النقطه اللي باينه في الرسم. انظر 2 خطوات و7 على اليمين وبداو كيحيدوا السليج. ومن بعد شويه ديال الحفر بان لهم شي حاجه. وقفوا كاملين حيدوا التراب بشويه وبان طرف ديال الصندوق حديدي كبير. رشيد قال وهو فرحان لقيناها. ولكن مصطفى لاحظ واحد الحاجه اخرى، التراب اللي فوق الصندوق ما كانش قاسح وقديم، كان محفور ومردوم من جديد مؤخرا. شي واحد سبقهم لهاد البلاصه. خرجوا الصندوق بسرعه، كان ثقيل. فتحوه ما لقاو حتى درهم، كان خاوي تقريبا. غير كاين داخل ديالو مفتاح صغير ورساله مكتوبه بخط الحاج. مصطفى حلها وبدا يقرا. الا وصلتوا لهاد الصندوق ولقيتوه خاوي راه العربي سبقكم. كلشي سكت، ولكن الجمله اللي بعدها كانت اخطر. وما تيقوش القصه ديال التجاره، الفلوس جاو من بلاصه اخرى. وفي اسفل الورقه كتب الحاج مفتاح غادي يوريكم الحقيقه، ولكن اذا فتحتوا الباب ما غاديش تقدروا ترجعوا للور. مريم شافت في المفتاح وقالت مفتاح ديال شنو؟ وفي نفس اللحظه التليفون ديال مصطفى صونا واحد الرقم وجا صوت العربي. قالت لكم ما تحفروش وتسد التليفون. مصطفى بقى شاد التليفون وكيشوف في الاخوه ديالو. كان العربي هذا. رشيد قال كيفاش عرف اننا حفرنا؟ وهنا بدا السؤال الحقيقي، واش العربي كان كيراقب الدار ولا كان شي واحد من داخل العائله كيعطي الاخبار؟ مصطفى خرج بسرعه للزنقه ولكن ما لقى حتى شي واحد. رجع وسد الباب مزيان. دابا الحاجه الوحيده اللي عندهم هي المفتاح الصغير اللي لقاوه في الصندوق بوحدو. قلبوا في الدار كامله على شي قفل يقدر يتحل به. الخزانات، ادراج، ابواب القديمه والو. حتى قالت مريم بابا كان عنده واحد المحل قديم ما مشاش ليه من سنين هادي. المحل كان في وسط المدينه وكان الحاج كيستعملو زمان كمخزن. مشاو ليه بربعه. الباب الخارجي كان كبير والمفتاح ما كيصلحش ليه. دخلوا بالمفتاح العادي اللي لقاوه وسط حوايج باهم. المحل كان عامر بالخبره. قلبوا فيه حتى لقى حمزه واحد الصندوق خشبي صغير تحت واحد المكتب قديم. جرب المفتاح تحل، ولكن ما كانوش فيه فلوس. كان فيه تطار حسابات قديم وتصاور وشي عقود مكتوبه باليد. مصطفى بدا كيقرا
ومع كل صفحة القصة اللي قالها العربي بدات كطيح. الحاج والعربي ما كانوش غير شريكين في التجارة، كانوا كيشريو أراضي قديمة بثمن رخيص ومن بعد كيعاودوا يبيعوها. ولكن واحد الأرض بالخصوص كانت مختلفة، الأوراق كتشير بلي تباعت بمبلغ كبير جدا ومبلغ تقسم بيناتهم. مريم قلبت آخر ورقة ولقات اسم ثالث، عبد القادر. رشيد قال شكون هذا؟ مصطفى ما عرفش، ولكن تحت الاسم كان مكتوب بخط الحاج. حق عبد القادر باقي ما رجعش. هنا فهموا معنى ديال الجملة الفلوس ماشي ديالكم كاملين. يمكن الحاج ما كانش كيهضر العربي اصلا، وفي وسط الاوراق لقاو عنوان قديم لعبد القادر. في الغد مشاو يقلبوا عليه، ولكن ملي وصلوا عرفوا ان عبد القادر مات سنين عادي، بقات غير بنته تقريبا في الخمسينيات. ملي شافت صورة الحاج العربي تبدل وجهه وقالت فين لقيتو هاد الصورة؟ مصطفى قال هاد السيد اللي هنا هو الاب ديالنا. المرأة بقات ساكتة، ومن بعد دخلت للدار وخرجت واحد الملف قديم. قالت بابا بقى حتى مات وهو كيقول لي جوج رجال خداو حقه. مصطفى سولها شحال كان في حقه؟ جاوبات ثلث ديال الفلوس. وانا فهم مصطفى كلشي، الفلوس اللي كيقلبوا عليها ماشي نص ديال الحاج ونص العربي، كان فيها حق عائلة ثالثة. ولكن باقي سؤال، اذا كان الصندوق خاوي فين مشاو الفلوس؟ رجعوا الاخوه للدار وكل واحد فيهم ساكت. دابا ما بقاوش كيقلبوا غير على كنز، كانوا كيقلبوا على الحقيقه ديال باهم. مصطفى جمعهم وقال الا لقينا فلوس اول حاجه غادي نديرو هي نرجعوا حق عبد القادر. رشيد ما عجباتوش الهضره، قال واش انت بعقلك؟ حنا ما درنا ليهم والو، هذه فلوس با. مريم جاوبات ولكن بنفسه كتب ان الحق خاصو يرجع. بدا النقاش كيسخن ووصل الهضره. مصطفى راح ان حمزه ساكت بزاف، سولو قال لي مالك؟ حمزه قال والو. ولكن مريم لاحظت ان التراب في الصباط ديالو نفس لون التراب اللي كان تحت الفيناء. مصطفى قرب ليه حمزه واش دخلتي الحفره قبل منه؟ حمزه ارتبك لا. يوم منين جاه التراب؟ سكت ومن بعد جلس وقال انا دخلت للدار قبل ما يجي العربي. خوت صدموا. حمزه اعترف بلي قبل ايام موت ديال باهم سمعوا كيهضر مع العربي في التليفون على الفلوس، ومن بعد الجنازه دخل الدار بوحدو بدا كيقلب. هو اللي خلى اثار الصباط عند الباب، ولكن قال انه ما لقى حتى شي فلوس. مصطفى سولو وعلاش ما قلتيش لينا هادشي؟ كنت باغي نلقاهم قبل منكم. رشيد تعصب يعني حتى انت كنتي باغي تصفرنا؟ حمزه جاوب راني ما خديت والو. ولكن قبل ما يكمل سمعوا الصوت ديال الطوموبيل وقفت قدام الدار. كان العربي دخل هو معصب قال فين هو الدفتر؟ مصطفى فهم ان العربي عرف بالمحل القديم وقال ليه الدفتر عند البوليس. كانت هذه كذبه. العربي تبدل وجهه ومن بعد قال انتم ما فاهمين والو، باكم هو اللي خدا الفلوس ماشي انا. ملي ما خرجت ورقه عبد القادر وقالت وهذا السيد، العربي سكت، عرف ان السر خرج. جلس وقال عبد القادر كان شريك ديالنا، ومن بعد البيع وقع خلاف بيناتنا، قال غادي نحتفظ بالفلوس حتى نلقاو حل. مصطفى سألو وفين هي دابا؟ العربي قال ما عارفش. لكن حمزه تدخل فجأة كتكذب وخرج من جيبه ورقه صغيره، قال انه لقى هذا في الداخل ديال ديك الغرفه ديال باهم قبل ايام، وما قال حتى شي واحد انها فيها رسم في بلاصه اخرى، وتحت الرسم مكتوب هاد البلاصه هي اللي كنشوف منها الدار كل صباح. مريم فهمت مباشره. كانت واحد القطعه ارض صغيره فيها شجره ديال الزيتون. الحاج كان كيجلس تحتها تقريبا كل صباح. خرجوا كاملين وبداو كيحفروا حدا الشجره. بعد اقل من متر بان صندوق بلاستيكي كبير ملفوف بعنايه. خرجوه. فتح مصطفى الغطاء وتجمد كلشي. الفلوس كانت تما. العربي مد يدو بسرعه، ولكن مصطفى شدو وقال حتى واحد ما غادي ياخذ الدرهم حتى نعرفوا شكون عنده الحق. وفجاه العربي قال كاينه ورقه وحده وسط الصندوق، قراوها قبل ما تحكموا عليها. قلب مصطفى بين الرزم وفعلا لقى ظرف مكتوب عليه لولادي، هذه هي الحقيقه كامله. مصطفى حل الظرف. الاخوه العربي وحتى مريم كانوا واقفين كيتسناو. بدا يقرا رساله باهم ولادي الا وصلوا هذه الرساله راه انا ما بقيتش معكم. وكمل الفلوس اللي لقيتهم ماشي كنز وماشي ارث كامل ديالكم، هذه امانه تاخرت بزاف باش نرجعها. الحاج اعترف في الرساله بكلشي. قبل اكثر من 30 عام هو العربي وعبد القادر كانوا شركاء، باعوا ارض وربحوا منها مبلغ كبير، ولكن وقع خلاف على التقسيم. كل واحد بدا كيشك في الاخر. الحاج شد الفلوس مؤقتا، ولكن مؤقت ولا سنوات. العربي سافر وعبد القادر مات قبل ما ياخذ حقه. الحاج قال انه عاش سنين وهو نادم. حاول يتصل بعائلة عبد القادر، ولكن الخوف والعار خلاو كل مرة يتراجع. لهذا قبل ما يموت قسم المبلغ في الأوراق بالتفصيل، ثلث لعائلة عبد القادر، ثلث العربي، والثلث الأخير هو اللي يقدر يبقى لولاده. مصطفى وقف القراءة وشاف العربي. العربي كانت عيني عاونة بالدموع.
الحكم ظلمني وحتى انا ظلمته، ضيعنا عمر كامل على الفلوس، ولكن الرساله ما سالتش. مصطفى كمل: وخليت لكم هاد الطريق الطويل ماشي باش نعذبكم، ولكن باش قبل ما تلقاو الفلوس تلقاو الحقيقه. كنت خايف الا لقيتو الفلوس ديريكت تقسموها بيناتكم وتنسى كل واحد حق الاخر. مريم بدات كتبكي، اما حمزه هبط راسو حيت هو فعلا كان اول واحد حاول يلقى فلوس بوحدو. وفي الايام اللي من بعد جمعوا الوثائق وتاكدوا من الحقوق وتواصلوا ببنت عبد القادر. ملي قالوا ليها بلي باها كان عنده حق قديم ما تيقاتش، وبعد اكثر من 30 عام رجع جزء من الحق لعائلته. العربي خدا النصيب ديالو حسب الوثائق والباقي تقسم بين ولاد الحاج. اما الدار مصطفى رفض يبيعها وخلى الصوره قديمه ديال الرجال 3 معلقه في غرفه باهم، وتحتها حط اخر جمله كتبها الحاج: الفلوس اللي كتخليك تاكل حق الناس ماشي رزق، راه دين وغادي يبقى تابعك حتى يرجع لمولاه. وهكا الشيء اللي كبدا كبحث على كنز مدفون سلب حقيقه كانت اغلى من الفلوس بنفسها. الحاج ما خلاش الولاد غير الميراث، خليهم اخر فرصه باش يصلحوا الغلط اللي عاش مع اكثر من 30 عام.